السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة النهاردة، كان عندي احدى الامهات اللي بتتابع معايا من زمان، وهي عارفة ان احنا بنبتدي كورسات المناعة للتحضير للمدارس في شهر اغسطس، وقالت لي عايزين نبدا، فقول لي هنعمل ايه. وده جات لي فكره ان انا اطرح عليكم الموضوع ده، لان هو التحضير للمدارس وزياده المناعه وتقليل العيا وكذا ما بيبتديش مع دخول المدارس، ده لازم يبتدي قبلها بشهرين ثلاثه، لان في تحضيرات مهمه تتعمل. من ضمنها ان احنا لازم نعمل صوره دم كامله، نشوف نسبه الانيميا، نشوف نسبه فيتامين د، التحاليل الاساسيه بتاعه الطفل بتتعمل في الفتره دي عشان نصلح الكلام ده، عشان نرفع من مستوى التركيز بتاعه ومستوى رد فعل المناعه بتاعته. ثم نبدا كورسات المناعه اللي هي ممكن تنشط مناعته في فتره الدراسه والشتاء مع انتشار الميكروبات. وبالتالي التحضير للكلام ده ورفع المناعه وزيادتها مش اثناء الدراسه او اثناء التعب، ده من قبلها في الفتره دي من اغسطس. بنعمل ايه؟ بندي تطعيم الانفلونزا، هو على وشك النزول اليومين دول، مهم جدا يتاخد على ما يشتغل وكده، يكون الشهرين دول عدوا. في نفس الوقت اللي عنده تطعيمات اساسيه منشطه مثلا اللي زي المكورات الرئويه والحاجات التنفسيه دي مهمه جدا، اللي ما خدش منها ممكن ياخد منها جرعه. وبرده من الحاجات المهمه جدا جدا ننبه عليها ان الانيميا والتغذيه والكلام ده مهم، لان ده بيرفع جزء كبير من المناعه. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا اللي هو البرونكو فاكسوم، وده من الحاجات اللي هي فيها اكستراكس من البكتيريا زي التطعيم كده، عباره عن اكياس او كبسولات بتتاخد 3 شهور 10 ايام من كل شهر. وبالتالي انت محتاج 3 شهور قبل الدراسه عشان تلحق تشتغل معاك كويس. الفتره بتديك 6 شهور مناعه بعدها. هنبتديها من دلوقتي 10 ايام راحه 20 يوم، 10 ايام راحه 20 يوم. وفي منها نوعين بروكو فاكسوم، ده في منه اطفال وفي منه كبار، فاحنا بناخد بتاع الاطفال. في منه اكياس وفي كبسولات، ممكن الكبسوله تتفتح في عصير او في زبادي او كده. يبقى احنا مهم جدا ننبه على الناس ان اللي عايز مشكله الشتاء ومشكله الدراسه تقل كتير معاه، لازم على قد ما يقدر يبدا من دلوقتي، سواء التحاليل ويظبط المناعه ويظبط الانيميا، سواء بالتطعيمات، تطعيم الانفلونزا والتطعيم المكورات، سواء بالبرونكوفاكسوم الكورس الثلاث شهور. يبتدي من دلوقتي على ما يجي شهر 10 ويخش المدارس، هيكون طبعا فرق معاه جدا وفرق مع ابنه كتير. اطيب تمنياتي لحضراتكم واطفالكم بكل صحه وعافيه. شكرا.